شافت أخت جوزها من المنور وهي معاها واحد مخبياه في الشقة عندها وبيعملوا حاجات غريبة. ولما واجهتها أخت جوزها انتقمت منها بطريقة غريبة وافتكرت إنها طلعت منها زي الشعرة من العجين. تخيل إن ولاد صغيرين يصحوا من النوم يدوروا على أمهم ما يلاقوهاش، يطلعوا الصالة يلاقوا أمهم حد مخلص عليها بطريقة مخيفة وسايبها وما يعرفوش يتصرفوا. يفضلوا يصرخوا لحد ما تدخل عمتهم إيناس اللي ساكنة في الشقة اللي جنبهم، فتدخل عليهم وتلاقي المنظر ده وتتصل بالبوليس اللي يجي ويلاقي الجريمة دي. ويرجع أخوها اللي هو جوز الضحية من السفر واسمه عبد الله عشان يلاقي مراته شيماء رحلت عن الحياة، وولاده الصغيرين طبعا عمرهم ما هينسوا المشهد الفظيع ده. لكن اللي ما يعرفوش عبد الله إن مراته كانت ضحية لسر غريب كشفته وتسبب في إنهاء حياتها. الموضوع بدأ من فترة لما قابل عبد الله بالصدفة وهو رايح دهب في أجازة مع أخته إيناس ومراته شيماء وأولاده صاحبه فادي اللي كان بقاله كتير جدا ما شافوش. وفادي لما سأله أنت نازل فين؟ قال له أنا نازل في شاليه. فادي قال له ينفع تنزل في شاليه وأنا بشتغل في فندق كبير في دهب؟ وفعلا بيخلي عبد الله يلغي حجز الشاليه وينزل عنده في الفندق. عبد الله بيتبسط قوي إنه قابل فادي تاني وبيقعدوا يسترجعوا ذكرياتهم مع بعض، لكن في نفس الوقت بيحصل تقارب ما بين فادي صاحبه وإيناس أخته، خصوصا إن كل واحد فيهم ليه ظروف مشابهة. الاتنين اتعرضوا لطلاق بعد جواز سريع من غير أولاد، فبيقعدوا يحكوا لبعض همومهم وبيقربوا من بعض وبيحصل ما بينهم إعجاب. ولما بتخلص أجازة عبد الله بيمسك فيه فادي إنه يقعد كمان أسبوع، بيقوله إنه صعب جدا عشان شغله بس ممكن يسيب مراته وأخته والولاد، وفعلا بيسيبهم وبيرجع. وبيستغل فادي إن إيناس بقت لوحدها وبيقربوا من بعض لحد ما بيحصل ما بينهم تجاوزات كتير. وطبعا شيماء مرات عبد الله مشغولة مع أولادها ومش مركزة معاهم. وبعد ما بيرجعوا على القاهرة بتفضل إيناس وفادي على علاقة ببعض بالتليفون وبيتكلموا ليل ونهار لحد ما بيعدي شهر وبيقول لها فادي إن هو نازل أسبوع أجازة وفي نفس الوقت هيفتح أخوه عبد الله في موضوع جوازه. لكن عبد الله بيجيله سفر بعد ما فادي بيكون خلاص في الطريق وهيوصل القاهرة، فبيضطر إن هو يسافر عشان شغله. ساعتها إيناس اللي واخدها شغف الحب بتفكر تعمل إيه؟ فبتفكر في فكرة شيطانية إن هي تخلي فادي يقعد معاها الأسبوع ده في شقتها من غير ما حد يحس بيها لحد ما أخوها عبد الله يرجع. وبتبدأ إيناس تنفذ الكلام ده وتقنع بيه فادي. وبتبدأ شيماء تلاحظ تصرفات غريبة على إيناس أخت عبد الله، فبتلاحظ إن هي بترجع من شغلها اللي بتشتغل فيه مدير التسويق على البيت على طول وما بتعديش عليها زي زمان، لأن إيناس وشيماء ولاد خالة أصلا وقريبين جدا من بعض. ولما شيماء بتخبط عليها ما بتحاولش إنها تدخلها أو الولاد وترجع بدري جدا من الشغل عن موعدها. وبتلاحظ إن هي كل يوم بتجيب أكل من بره كل شوية دليفري، مع إن هي كانت على طول بتاكل مع شيماء وولادها. كمان كانت بتسمع صوت غريب جدا من المنور جاي من الحمام عند إيناس. حست شيماء إن دي تصرفات غريبة ومش طبيعية، وحست إن إيناس مش عاوزة تدخلها البيت، فبدأت تراقبها. وبتلاحظ شيماء إن في صوت في الفجر جاي من شقة أخت جوزها. بتفتح باب شقتها وبتلاقي فادي نازل من شقة إيناس وبيركب الأسانسير وبيعمل نفسه مش شايف. وبتبدأ تواجه إيناس وتقول لها إيه اللي جاب فادي الشقة وإزاي يقعد معاكي. فبتقول لها إن هي وفادي بيحبوا بعض وإنه موعدها بالجواز، وإن هو كان فعلا هيكلم أخوه عبد الله، لكن اتفاجئ إن أخوه عبد الله مسافر وإن هي اللي اقترحت عليه إنه يقعد معاها في شقتها. شيماء بتبدأ تحذرها وتقول لها إن اللي هي عملته غلط وعيب وما يصحش، وإن لو أخوها عرف هتحصل مشكلة كبيرة. ساعتها إيناس بتتوتر قوي وبتقول لها طيب أنا هدخل الحمام وارجع لك. وبتدخل المطبخ وبتجيب آلة حادة وبترجع وتخلي شيماء قاعدة بظهرها وبتخبطها أكتر من خبطة. كل ده ولادها الصغيرين نايمين في البيت. وبعدين بتاخد الآلة الحادة دي لما بتتأكد إن شيماء فرقت الحياة وبتغسلها وبترميها، وبتفتح باب الشقة وتروح تنام في شقتها وكأن مفيش أي حاجة حصلت، لحد ما تصحى على صوت ولاد أخوها وهم بيعيطوا وبيستنجدوا بعمتهم. ولما بيجي البوليس بيلاحظ شوية تفاصيل، بيلاحظ إن مفيش اقتحام للشقة، وبيلاحظ إن الضحية اتخبطت من ظهرها، وده معناه إن هي اتغدر بيها ومفيش آثار اقتحام أو آثار سرقة. جوزها لما بيتم التحقيق معاه بيقول إن هو ما عندوش أي خلافات مع حد، لا هو ولا مراته شيماء. بيضطر البوليس إن هو يفرغ الكاميرا عشان يعرف مين اللي دخل العمارة في الوقت ده. وبالصدفة عبد الله بيشوف فادي وهو داخل العمارة وبيتعرف عليه. طبعا البوليس
طلب فادي عشان يحقق معاه. فادي قال إن هو ملوش أي علاقة بالجريمة اللي حصلت، وإنه كان طالع لإيناس وإن هو على علاقة بيها وكان قاعد عندها بقاله أسبوع. وبعد استدعاء إيناس وبعد الضغط عليها اعترفت بالجريمة. إيناس طلبت من أخوها إن هو يسامحها واستنجدت بيه، وفعلا أخوها وكل لها محامي كبير واتحكم عليها ب15 سنة، وده بسبب إن ما كانش فيه دافع أو نية مبيتة لإنهاء الحياة. أخوها عبد الله سامح في الحق المدني وتنازل عنه، ولكن طبعا قطع علاقته بيها بمجرد ما اتحكم بالسجن عليها. وللأسف اتدمرت حياة عيلة عبد الله بسبب نزوة إيناس وعدم التفكير في عواقب تصرفاتها.